السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزيز الكويتي. شلونكم؟ طيبين؟ طبعا يا جماعة قبل كل شيء لايك واشتراك. شلون تقطع؟ شلون يعني؟ أنا ما راح أتكلم عنه. أنا شلون قطعت الهيرجرو تدريجيا. طيب دقيقة بس خلوني أثبت الكاميرا عشان بسولف وياكم. آخذ راحتي وياكم عشان أوصلكم المعلومة عدل عشان تفهمون. فأول شيء يا جماعة، أنا استخدمته لمدة سنة. ليش يا عبد العزيز؟ متى شفت نتائج؟ والله يا جماعة، أنا أول استخدامي له 3 شهور قطاعي. كنت استخدمه يوم يوم لا، يوم ما استمريت. فبعد 3 شهر قلت لازم استمريت عليه المهم لين سنة كاملة. بعدين قطعته تدريجيا لمدة شهر، تقدر شهر 5 أيام تقريبا. استخدمته بدال مرتين باليوم يوميا. استخدمته يوميا، يعني يوميا زين لمدة شهر يوميا، ومرة واحدة باليوم. يعني أقعد من النوم بس مرة واحدة، قبل مرتين باليوم كل 12 ساعة. واستخدمت معاه حبوب البيوتين. استخدمت ديرمارولر وحبوب بيوتين من أول استخدام لي الهيرجرو. ما استخدمت نهائيا بعد 3 شهور. يعني يوم استمريت على الهيرجرو استخدمت شو اسمه البيوتين ودير مرة هذه. فشنو المعلومة المفيدة اللي بوصلها لكم يا جماعة؟ إن لا تقطع الهيرجرو نهائيا. استمر عليه، واستخدم الحبوب البيوتين واستخدم الدير مرة. شنو الغلطة اللي إني لو رجع الزمن علي شنو راح أسوي؟ راح أبدي بالهيرجرو بالحبوب البيوتين بالدير مرة. لو رجع فيني الزمن وببدي استخدم الهيرجرو ما راح اقطع. طبعا الغلطه اللي تعلمت منها ان اذا بستخدم شيء لازم استمر عليه واجيب اشياء مساعده. شلون؟ لو رجع فيني الزمن استخدم الهيرجرو واستخدم دير مرور وحبوب البيوتين وزيت الجوجوبا، تقدر تستخدم معاهم. بس يعني اذا مالك خلق يعني استخدم الهيرجرو وحبوب البيوتين والدير مرور. حبوب البيوتين والدير مرور والهيرجرو تستخدمها مرتين باليوم، الهيرجرو والدير مرور مرة باليوم. وكيف طريقة تعقيم الدير مرر؟ في ناس يقولون ما يصير نعقمها ماي حار. أنا عن نفسي والله العظيم إن كل يوم أقعد من النوم الدير مرر أعقمها بالماي الحار. أحط ماي مرة حار، عرفتوا؟ وش اسمه أعقمها ماي حار. وحبوب البيوتين يعني موجود، يعني مثلا حبوب البيوتين كذا، حبوب البيوتين أستخدمها. فأنصحكم بالحبوب البيوتين قوة 10,000. نصيحة مني، استمر وابدأ من الحين ابدأ روح اشتري الهيرجرو او اطلب من الصيدلي يجيك البيت. الهيرجرو والدير مرولر زين، وحبوب البيوتين انصحكم مرة، بس ابدأ من الحين. فقبل كل شيء يا جماعة اتمنى وصلت لكم معلومة عدل وبالكم الخير. واكتبوا لي يا جماعة في التعليقات. موجود رابط التليجرام ورابط الانتساب. التليجرام 24 ساعة. حياكم الله. بس اللايك والاشتراك يا جماعة، في ناس تدخل وما تعطيني لايك. ليش يعني؟ اعطيني لايك يا اخي، اعطني لايك يا اخي، لايك واشتراك ترى ببلاش والله. بس اتمنى المقطع، يعني انا ما اقدر يعني افارقكم. اكتبوا لي شنو تبون انزل المقطع الجاي، اكتبوا لي بس. حياكم الله يا جماعة، تشرفت فيكم جدا. والحين المشكلة اليوتيوب لازم 4 دقائق عشان بس يلا زين يعني اوصلكم معلومة. حياكم الله يا جماعة، مع السلامة، تشرفت فيكم. واي شيء تبونه اكتبوه في التعليقات مثل ما قلت لكم.